الروايات الشيعية معصومة؟ الروايات الشيعية معصومة؟ أما عن تحدثنا عن الأئمة، نعم معصومة. لا، الروايات، نحن نقول الروايات. روايات لا، ما معصومة. الروايات ما معصومة. طيب القرآن معصوم ولا مش معصوم؟ القرآن معصوم. كيف معصوم وشباب الشيعة الآن يقول أن القرآن محرف؟ نعم. كيف معصوم والشباب الشيعي الآن يقول أن القرآن محرف؟ يا يقول محرف القرآن، مين محرفه؟ ما حد محرفه. طيب شكرا لك. اوقف دقيقة. تفضل يا باسم. السلام عليكم استاذ وليد، شلونك؟ الحمد لله. تفضل يا باسم. يا الله بخير. موضوع اليوم بخصوص تحريف القرآن، مو صحيح؟ لا مو صحيح. نحن نسأل اليوم هل الروايات الشيعية معصومة ولا غير معصومة؟ الروايات مش معصومة، مو معصومة، ماكو أي رواية غير القرآن الكريم، ماكو شيء معصوم، هاي شاء الله. طيب والآن الشباب الشيعي يقول أن القرآن غير معصوم لأنه محرف. يبقى إذن عندنا الروايات غير معصومة والقرآن غير معصوم، والمعصوم بقاله 1300 سنة متغيب. شلون بتاخدوا دينكم؟ طيب احنا ناخذ ديننا. زين، انت جاي تدعي انه اغلب 99% من علماء الشيعة حاليا، انا كشخص باحث بالدين الشيعي وعندي اطلاع بسيط، ما اقدر اقول لك باحث جدا كبير، اقدر اسالك انه اغلب علماء الشيعة قرروا بتحريف القرآن. تتفق وياي لو ما تتفق؟ طب الطبطبائي قال بتحريف القرآن ولا ما قال؟ ما اعرف عن الطبطبائي، بس طب امال انت بتقول انت بتقول طب الفايد الكاشاني قال بتحريف القرآن ام لا؟ استاذ وليد بس رجاء خلي اوصل فكرتي من رخصتك ثانيتين حتى الدور يبدا الطرح يعني احنا جاي نتوافق بالكلام حتى نوصل لنتيجه مقبوله. تفضل. تمام استاذ وليد، عندنا العلامه المجلسي اقر بتحريف القرآن واللي هو اكبر علماء الشيعة، صح ولا لا؟ تفضل كمل كلامك. تفضل. تمام. زين، انت هاي الروايات اللي موجوده عند كتب السنه اللي موجوده بصحيح البخاري وموجوده بصحيح مسلم انه القرآن بنقص وبقطع بالكلام، هل تؤيدها ام لا؟ انا خلاص حضرتك خلصت. يعني انت بتجري. هقول لحضرتك حاجه، انا بس هفهمك نقطه بس يا ريت ما تقاطعني. ماشي؟ لا ما قاطعك لك. تمام ماشي. لو سالنا سؤال، هل هناك عالم واحد من علماء السنه اخذ هذه الروايات وبنى عليها القول بتحريف القرآن؟ نتحدى لا. ما في عالم واحد أخذ الروايات وبنى عليها القول بتحريف القرآن، فلا يستطيع أحد أن يأتي بهذه الروايات ويقول يا أهل السنة والجماعة أنتم تعتقدون بتحريف القرآن. لو نحن نعتقد بتحريف القرآن لقلنا بما نعتقد، قلنا بما نعتقد. لذلك ما يستطيع أحد يقول أنتم تعتقدون بتحريف القرآن. ده الجانب السني. الجانب الشيعي هناك روايات تقول بتحريف القرآن عندكم، ولكن الفرق بيننا وبينكم أن علماءنا أعادوا تلك الروايات للناسخ والمنسوخ إلى آخره. أما علماءكم أخذوا هذه الروايات وقالوا من خلال تلك الروايات بأن القرآن محرف. ده الفرق ما بيننا وما بينكم. لو أنكم كشيعة قلتم لا والله فنحن نرد تلك الروايات ونرد تلك العلماء الذين قالوا بالتحريف، فما ينبغي لنا نحن كمسلمون أن نقول أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن. ليه؟ لأنكم أنتم كشيعة تقولون بعدم التحريف، ولكن الآن نحن نرى حتى كثير من علماء الشيعة الأحياء يقولون بتحريف القرآن، بل يتلاعبون بالقرآن. تفضل. هؤلاء العلماء مثلا عندك العلماء حاليا اللي لم يدلوا بتحريف القرآن بالمذهب الشيعي حاليا، عندك محمد باقر الصدر وعندك الشيخ كمال الحيدري، بالعكس كفروا المجلسي لأنه ادعى بهذا التحريف. احنا الروايات المذكورة بالكافية انت ما فهمتني يا استاذ، انت ما فهمتني. والجانب الشيعي، اسمعني استاذ وليد، الجانب الشيعي ماخذ غالبيته بالرفض لهذه الروايات، فانها مثل ما هي مطروحه بكتب الشيعه
لاقت غالبيه بالرفض مثل ما هي مطروحه بكتب السنه، وغالبيه او واجزم لك انه 100% من السنه لم يعترفوا بهذه الروايات. واحده قطعا شويه نهائيا. شويه شويه هذا شويه هو عشان نفهم بعضنا. المقياس. شويه شويه هذا عشان هو نفهم بعضنا. المقياس. شويه. السنه ليس عندهم عالم واحد قال بتحريف القرآن، ليس عندهم طفل واحد يا أستاذ. يا رجل بس افهمني يا أستاذ. ممكن أكمل كلامي؟ ممكن أكمل كلامي؟ أنا ما لي علاقة. ممكن أكمل كلامي؟ ما لي علاقة بهم كأشخاص. أنا أحكي لك. ممكن أكمل كلامي؟ ممكن أكمل كلامي؟ ممكن أكمل كلامي لو سمحت؟ لو سمحت ممكن أكمل كلامي؟ كمل كلامك أستاذ. الآن نعمل اختبار بسيط. بسيط. أنا أقول لك كل عالم سني، كل طفل سني، كل رجل سني، كل امرأة سنية قالت بلسانها أو كتبت بأن هذا قرآن محرف فهي عندي كافرة. رجل، امرأة، عالم قال بالتحريف يعني قال أن هذا قرآن محرف. هل أنت تستطيع الآن أن تقول نفس الكلمات؟ تمام زين. والشخص اللي يجلب هذه الأحاديث ويعطيها مسند ويعتبرها صحيحة هل هو كافر برأيك؟ لا، أنت بتتكلم دلوقتي، إحنا بنتكلم في الأحاديث لها 30,000 تأويل. أنا بكلمك ما تهرب، أنا بكلمك على الذي قال أخذ تلك الأحاديث. ما يسمعني خلاص، ما يسمعني. الآن أنا قلتها بكل صراحة. أي امرأة، أي رجل، أي طفل، أي عالم قال بأن هذا قرآن محرف كتابة، يعني كتبها في كتاب أو قالها بلسانه، فهو عندي كافر. أما مسألة الأحاديث فهناك كثير من تأويل الأحاديث. هناك المتقدم وهناك المتأخر، هناك الناسخ وهناك المنسوخ، يعني نسبوا الأشياء دي كثير، والعلماء ما قالوا بتحريف القرآن. هل أنت رجل شجاع وتقول نفس الكلمات التي قلتها أنا؟ أن أي طفل شيعي، أي رجل شيعي، أي امرأة شيعية، أي عالم شيعي أخذ تلك الروايات وبنى عليها حكم بأن القرآن محرف فهو كافر، هل تستطيع؟ أنا أكد لك هذا الكلام. أنا متفق وياك أستاذ وليد. لا، قلها بلسانك، قلها كده، خليك شجاع، قلها. بص أنا مش عايزك. انت مش هتقولها. انا عارف ان انت مش هتقولها، وهنقعد نلف ورا بعض كتير، لكن انا عايز اوجه. ما انا بقول لك الحلقه النهارده، هل الروايات الشيعيه معصومه؟ هل الروايات الشيعيه معصومه؟ نعم. لا، ماكو حكي. يعني مش معصومه، والقرآن ليس بمعصوم، والمعصوم انت غائب. موضوعك عن الحلقه بتقول ان الشيعة يحرفون القرآن. يا استاذ انا ما قلت الشيعة يحرفون القرآن. سمعتني ان انا قلت الشيعة يحرفون القرآن؟ انت سمعتني دلوقتي في الحلقه ديت قلت الشيعة يحرفون القرآن؟ ان موضوع الحلقه بتحريف القرآن صحيح؟ يا عم تحريف القرآن الان انا بتكلم عن تداعيات القول بتحريف القرآن، آثار التي تترتب على تحريف القرآن. يعني لو سنة والشيعة قالوا بتحريف القرآن ايه اللي هيحصل؟ اتفضل. ايه اللي حيحصل؟ انا بريد منك شغله، تعطيني دليل ان الشيعة يحرفون القرآن. اهو اسرع دليل في العالم، اهو الكتاب، اهو فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب للميرزا النور الطبرسي. ايه رايك في الكتاب؟ هو امامي اهو. اتكلم عن اكثر من 2000 روايه في الكتب الشيعيه، اخذ الروايات وقال ان القرآن محرف. ايه رايك فيه ده؟ اعطيني روايه واحده بتقول ان الشيعة يحرفون القرآن. محمد. معاك. فاهم محمد على طول. اكثر من 2000 روايه في الكتب الشيعيه تقول بتحريف القرآن، وهو بيقول لك اديني دليل على اننا نقول بتحريف القرآن. روح يا ابني اكتب كده تحريف القرآن عند الشيعة، ان ما طلعلكش اكثر من 2000 روايه تقول بالتحريف القرآن ما ابقى انا وليد. اتفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليك السلام. اتفضل يا حسين. نعم الشيخ وليد، احنا بالنسبه
القرآن. المشكلة بالقرآن فقط عندنا تحريف بالتفسير، التفاسير مالته مو واقعية. انا ما سالتك يا حسين قرآنية. النهارده، انا ما سالتك عن تحريف القران النهارده يا حسين. انا سؤالي هل نعم. الروايات الشيعيه معصومه ام غير معصومه؟ الروايات الشيعية إذا كان نفس المعصوم قال في هذه الروايات تعتبر فقط معصومة من الزلل، فقط من الكذب، فقط إذا المعصوم قال خلاص انتهى يعني. طب معلش يعني، طب ما كل الروايات اللي موجوده في الكتب الشيعيه تقولون ان المعصوم هو من قالها. نعم المعصوم قال واما الرواة فارجعوا بها الى الروايات، ده فارجعوا الى حفظ رواة ده يا حادثة. حسين، انت كده بتحفظ يا حسين، انت كده بتحفظ وما فهمتش سؤالي. هل كل الروايات اللي موجوده في الكتب الشيعيه والتي سطرت باسماء المعصومين معصومه؟ يعني غير مكذوبه على المعصومين عندكم؟ لازم تتعرض اول مره للتدقيق ونشوفها، مو راسا ناخذ فيها. يبقى ليست معصومه، يبقى ليست معصومه، يبقى ليست معصومه. لا مو لازم التدقيق. يبقى ليست معصومه، صح كده؟ دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هنروح بلاش لا انت. لازم ندقق. ماشي، ما طالما لازم تدقيق يبقى مش معصومه، والا فالمعصومه لا لو هي معصومه مش هتحتاج الى تدقيق وتنقيح والكلام ده كله. لا الامام، لا نرجع الى الرواة النقلوها. الامام قال الرواة واما الحديث ترجعوا بها الى رواة احاديث. يا باشا طب هو دلوقتي ما هو هناك روايه كذبه. يا استاذ حسين افهم، يا استاذ حسين افهم بالله عليك افهم عشان تبقى صديق البرنامج. افهم الان ليس كل روايه يعني صادقين، تمام؟ بل في روايه كذبه. ما قلت بل في روايه كذبه، يبقى اذا ليست كل الروايات معصومه، يبقى لازم ننقح الروايات دي نعرضها على علم الرجال. يبقى في التوتال النهائي انه الروايات التي تاتينا ليست معصومه، لا بد من تنقيحها ونرى الضعيف من السقيم الى اخره، صح كده؟ يبقى عندنا تراث اهل البيت ليس معصوم، وحسب كلام الناس التي تقول بتحريف القرآن يبقى إذا القرآن غير معصوم، والمهدي ليس موجود الآن، يبقى ما عندناش معاصيم خالص دلوقتي. خلنا أكمل لك. أول مرة شيخ وليد، احنا هذا الإمام قال فقط أخذوا من هؤلاء الرواة، غير الرواة يعني كذبة، فقط هؤلاء الرواة حددهم. أقول لهم مين بقى؟ ناخد من مين طيب؟ عندنا رواة من المفضل الزرارة، هواي رواة. طب ما يا أستاذ خلينا نناقشك في الجزئية اللي أنت حضرتك عرضتها. المعصوم دلوقتي قال لك خد من زرارة، هل الأحاديث تبدأ من زرارة عن أبي جعفر قال ولا في 3 قبليه؟ أخي إذا أخذت من المعصوم سواء أخذت من الباقر أو الصادق معناها أخذت من المهدي، لأنهم كلهم نفس الشيء. يا أستاذ افهم سؤالي، أنت ما فهمت السؤال. نعم. هل الروايات التي أتت إلينا عن ابن فضالة عن أبي جعفر قال ولا أتى قبل ابن فضالة 3 4 رواه؟ اللي يجون من بعده هو الرواية اللي من بعدهم يأتون مثل ببعده ناخذ من عندهم إذا موثقين لدى الإمام. طيب يبقى إذا الروايات غير معصومة، يعني الروايات ليست من زرارة فقط، لا يعني الروايات ليست من ابن فضالة فقط، ليست من ابن سنان فقط. يوجد أئمة آخرين يوجد أئمة آخرين أيضا يزكونهم. يا أستاذ فين يا أستاذ افهم بس الله يبارك في عمرك. الرواية دلوقتي عندكم لا تخلو من 7 أو 8 في الإسناد، صح كده؟ هذا ما مناقش، هذا ما نعرفين، بس اللي أعرف أنا ناخذ فقط من الرواة الذين يا باشا ما أنت يعني دلوقتي لو في بص يا أستاذ، يعني مثلا عن وليد إسماعيل، عن أحمد، عن خليل، عن محمد، عن زرارة، ليس شرطا أن زرارة هو يكون الكذاب، ممكن يكون وليد، ممكن يكون أحمد، ممكن يكون خليل، ممكن يكون إبراهيم. يبقى في التوتال النهائي الرواة ليست معصومة، لأنها في النهاية تحتاج إلى تنقيح، نشوف الراجل ده ثقة ولا مش ثقة، صح كده؟ نعم الإمام قال هذا ثقتي أخذ من عنده، خلاص يبقى هذا الزرار عندكم ثقة وابن فضالة ثقة وعبد الله بن سنان كذلك وإلى آخره، لكن مش هم بس اللي رووا الروايات، مش هم بس، وإلا حسب كلامك أنت، وإلا حسب كلامك نستثني الروايات، اسمعني بس يا أستاذ، وإلا حسب كلامك نستثني الروايات اللي فيها زرارة وابن فضالة إلى آخره ونرمي الروايات الباقية. ما ينفعش. ليه؟ لأن أنتوا مثلا عندكم روايات عن مثلا عن علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، أهو ده ما كانش الزرارة موجود أساسا. فالله المستعان.
يبقى احنا التوتال النهائي الان ان الروايات ليست بمعصومه، وحسب الذين قالوا بتحريف القران ان القران ليس بمعصوم والمعصوم متغيب، يبقى احنا كده في الدنيا بدون معصوم. نعيد لك. الو اخذنا للسؤال. تفضل. الو الامام المهدي. الو اتفضل. الو اتفضل الامام اسمعك. المهدي انت سالتني الامام المهدي انت سالتني عندما يرث الارض، هو الامام المهدي من علامات الساعه، اذا الامام المهدي قتل على المراه اليهوديه تحل يوم القيامه، هو من اشراط الساعه. احنا عندنا حديث لولا الحجه لساقت الارض باهلها، هذا هو الحديث. انت الامام يرث الارض 70 سنه وبعد يقتل يحل يوم القيامه، يعني اذا ماكو خليفه ماكو حجه لله في ارض يصير يوم القيامه. هاي حليت لك يا استاذ انت تقول لولا وجود، اسمعني بس الله يبارك في عمرك. قال اني جاعل يا استاذ الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك مع الارض. يا عم الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك. دلوقتي انتم مش عندكم ان الامام ان الارض لا تخلو من حجه، وانت قلت الايه اني جاعل في الارض اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، صح كده؟ يبقى كانك تقول انه لابد من الارض من خليفه، وان الامام لازم يسلمها للامام اللي بعده، صح؟ نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من هو الامام الذي استلمها منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ استلمها من بردة ويسمى ابا طالب. طيب ماشي، اسمعني بس اسمعني، ما هو يا بردة يا ابو طالب، اختار لك حد منهم، يا بردة يا ابو طالب. هو اسمه بردة يسمونه بردة، هو ابو طالب يسمونه بردة. يعني يا باشا بردة غير ابو طالب، انت هتخترع، انت هتخترع. ما تكذب يا حسين، ما تكذب يا حسين، والا اقول لك دلوقتي اديني دليل على ان بردة ابو طالب. افتح الروايات الشيعيه يقال على ابو طالب بردة. يا عم طب اديني روايه، ولكن انا هتماشى معاك عشان مش عايز اقف في النقطه دي. خلاص؟ شلون النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني بس، اسمعني واحده. نعم. شلون النبي صلى الله عليه وسلم استلمها من ابي طالب اذا كان ابو طالب بردة زي ما انت بتقول، وقصة الغار وقصة سيدنا جبريل وزملوني واقرأ وانا ما انا بقارئ، دي نوديها فين؟ هاي يعني هل ما هو الرسول دائما في الغار يكون جاء في وقت سلمها قال خذ يا محمد عني وصايا خلاص. يا باشا خذ عن محمد ايه يا باشا؟ انت دلوقتي مش بتقول في امام؟ يعني المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس 44 سنة، النبي جلس 40 سنة وابو طالب امام، يعني كان المفروض ابو طالب هو اللي بيعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لسن 40 سنة. اسمعني يا حسين، اسمعني، شغل عقلك يا حسين، الله يبارك في عمرك، بلاش الحاجات المحفوظة، شغل عقلك. الآن الآن أبو طالب جلس 40 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تنكر الكلام ده؟ لا ما انكر، بس انا طيب جميل، يبقى اذا المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتعلم من ابي طالب 40 سنة لان ابو طالب هو الامام. لا صح؟ ماكو هيك يا اخي، ماكو هيك يتعلم، هو سلمها قال يا محمد انت من بعدي خلاص. يا باشا سلمها، يعني سلمها له في سن قد ايه؟ طيب سلمها له في سن قد ايه؟ هو هذا بينهم تواصل، يعني ما بينهم تواصل وسلمها له، يعني هو سلمها له. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بقى ينزل عليه سيدنا جبريل؟ اسمعني بس، اسمعني خليك مع لحد باب الدار. الآن يعني دلوقتي النبي فضل 40 سنة يعلم أن أبو طالب هو الإمام، ولا النبي ما كانش يعرف؟ أخي هو يعرف الإمام بس مو معنى حلو، يعني كان يعرف الإمام. يا أخي خدني في حلمك شوية، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 40 سنة يعرف الإمام اللي هو أبو طالب، تمام، يعني معناه أنه عارف أنه إمام، خلاص بقى إمام. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا خاف؟ لماذا ارتعد؟ لماذا ذهب الى السيده خديجه؟ بنعرف الامام سلمها له قال انت بعد المكلف، انت مكلف من بعدي. طب انا عايز اسالك سؤال اخير، من اسلم اولا، ابو طالب ام ام علي بن ابي طالب؟
الذي اسلم عندنا احنا بابو طالب هو مسلم، يعني احنا عندنا علي اسلم اول واحد، وعندنا انت عندك ابو طالب مسلم، اتحداك ان تاتي بان ابو طالب اساسا مسلم او هو مسلم اساسا. بسم الله ده من الكتب، ده من الكتب الشيعيه، من الكتب الشيعيه اساسا انه ليس مسلم. زين اسالك سؤال، انما انت منذر، من هو المنذر ومن هو الهادي في هاي الايات القرانيه؟ لا حول، هترجع تاني انما انت منذر ولكل قوم هاد. المنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والهادي هو النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال لو كفار ائتنا بآية، لما الكفار اقرا. طب معلش واحد يا حسين اقرا الايه من البدايه كده يا حسين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. لا ويقول الذين، لازم اطلع الايه. يلا طلع الآية. أنت بتجيب آية مش عارف هي موجودة فين، ولا عارف أولها من آخرها، وأي بتنجان وأي محشي في أي حل. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذا كان النذير والهادي نفس يا باشا اقرأ الآية بس، خلي الناس تعرف الأول. اقرأ الآية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه إيه؟ آية من ربه. أيوه، يعني الذين كفروا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليك آية من ربك، يعني عشان نصدقك يا محمد ما فيش آية من ربك. فالله عز وجل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ايه؟ قل لهم انما انت منذر، يعني انما انا منذر ولكل قوم هاد، يعني انا هادي لكم كما ان كان هناك هدى سابقون. انا عايز بس عقلك اللي ربنا خلقه لك، اسمعني بس للاخر. انت ليه بتقاطعني يا عم؟ تسمعني بس، اسمع. تخيل ان الكفار يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نزل لنا آية، عايزين آية منك يا محمد عشان نصدق ان انت رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انما انا منذر وعلي بن ابي طالب هو الهادي. روح حسين، جبت لي مغص. روح حسين، عايز ادخل الحمام. تطلع فاصل هنا، بهزر. يقول لك ابو طالب كان امام. يعني ابو طالب كان امام، يعني معناه ان هو ظل امام 40 سنه في عهد النبي. كان ابو طالب امام. هو اسم ابو طالب ايه؟ اسم ابو طالب ايه؟ اكتبوا لنا على التكست كده يا اخوانا، اسم ابو طالب ايه؟ اكتبوا لنا يا اخوانا اسم ابو طالب ايه على التكست. الله المستعان. اتفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وليد شلونك حبيبي؟ الحمد لله والله. وياك سيد مصطفى الناجي من بغداد. اتفضل يا أستاذ مصطفى. هل الروايات التي تصل إلينا من الكتب الشيعية معصومة؟ نعم معصومة، ولكن حضرتك قبل شوية تقول بأنها لازم أنه تقع يعني على التصحيح. ليش؟ لأن أول شيء هاي الروايات جاية من نسل معصوم، من نسل النبي محمد، فلكن أي كلمة تصدر عنهم لازم أنه تتصحح يلا تجينا. مو إحنا قصدها أنه تتكذب، وإنما قصدها بأنه تتصدق بعد أفضل، لأن تعرف هذا الإمام اتباعه ومرجعيته والناس اللي خلفه تكون أكثر. فلذلك إن الروايات معصومة ولكن تقع تحت التصحيح والتدقيق. إزاي الروايات معصومة وفي النهاية تقع تحت التنقيح يعني؟ تيجي إزاي؟ يعني الجمع بين النقيضين إزاي يعني؟ ما هي لو معصومة، يا أستاذ، هي لو معصومة يبقى إزاي ننقحها؟
لو كانت معصومة احنا ما نعرف انه الزمن بيننا وبين المعصومين ما يقارب حوالي 1200 سنة، فاحنا لازم نتأكد من مصداقية هذه الرواية عن طريق اللي ناقلها. احنا ما قاعد نتأكد من الرواية ولكن قاعد نتأكد من السند، مثل ما تسموه حضرتك، نتأكد من السند من المصدر. يا باشا ما انت عشان تتأكد من السند، طب لو السند طلع مكذوب، لو السند طلع فيه كذاب، يبقى الرواية مكذوبة ولا مش مكذوبة؟ يعني دلوقتي لو السند يا أستاذ، لو السند طلع فيه كذاب يبقى الرواية مكذوبة ولا مش مكذوبة؟ هي مكذوبة ولكن نتأكد أكثر من سند. إذا أنت تريد طب طالما مكذوبة هتبقى معصومة إزاي؟ لا هي ما المعصومة أخي العزيز، المعصومة هي تكون تحت التدقيق الصحيح. احنا عندنا أكثر من سند هسه كصحيح مسلم والبخاري والكافي. يا عم انت لازم تحط البخاري يا عم انت. انا دلوقتي عايز اتاكد من صحة الرواية يا استاذ، يا استاذ انا دلوقتي عايز اتاكد من صحة الرواية. اتاكد من صحة الرواية ازاي؟ هرجع الى الاسناد واشوف الاسناد هل في حد كذاب ولا مش كذاب، صح؟ يبقى انا مش برجع للروايه نفسها، ده انا برجع للرواه نفسهم. يبقى اساسا الروايات ليست معصومه. شكرا ليك، شكرا ليك. الله المستعان. المهم يا اخوانا ان اختلفوا اساسا في اسم ابي طالب، ولكن الغالب يقال عنه عمران، الغالب يقال عنه عمران. تمام؟ وعمران بقى برده. عمران اتقلب لبرده. الله المستعان. تفضل استاذ صفاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. تفضل يا صفاء. شنو سؤالك استاذ؟ سؤالي هل الروايات الشيعية الصادرة من الأئمة عندكم معصومة؟ يعني ناخدها واحنا مغمضين؟ طبعا روايات معصومة صادرة عن الله تعالى أولا وبالطول، ولكنها تحتاج إلى يعني تحقيق وتدقيق العلماء. يا باشا إذا كان تحقيق وتدقيق العلماء، طب دلوقتي لقينا العلماء قالوا إن في الرواية مثلا فيها 2 كذبة، هل الرواية تكون صحيحة؟ يقطع يم الصوت، ممكن تعيد السؤال؟ دلوقتي لو العلماء قالوا لنا ان في الروايه فيها 2 كذبه، هل الروايه تكون صحيحه؟ خلينا نروح لهناك حتى اسمع زين. يقطع يمي. طيب الان لو ان العلماء قالوا ان في الروايه كذبه، هل الروايه تكون صحيحه؟ الروايه المرسله؟ لا حول ولا قوه. الروايه لو فيها كذابين او مرسله هل تكون صحيحه؟ لا طبعا. يبقى اذا الروايات ليست بمعصومه. اذا كانت الروايات غير معصومه، ومن قال بتحريف القرآن، لو سمحت اسمعني للاخر، لو سمحت، اذا كانت الروايات غير معصومه وجزء كبير من عندكم قال بتحريف القرآن، يا باشا صلح الانترنت وتعالى يا صفاء، صلح الانترنت وتعالى. تفضل ابو العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك شيخ وليد، وتحياتي لجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين، وجزاك الله ألف خير على هذه المواضيع اللطيفة. الحمد لله. تفضل. أنا عندي كلام قصير يعني عن الروايات المعصومة. كلاهما عن الروايات المعصومة وعن تحريف القرآن وعن لا يا باشا كلمنا عن الروايات المعصومة، لأن أنت لو خرجت النهاردة عن الموضوع معلش سامحني حافل عليك. هل الروايات، جاوب على السؤال بتاعك، هل الروايات أنت موضوعك عن هل الروايات التي أتت إلينا في الكافي وبحار الأنوار والكتب الشيعية معصومة أم غير معصومة؟ أولا فهم السؤال نصف الجواب. ماذا تقصد بأنها روايات معصومة؟ حتى يعني ناخدها ونعمل بيها ونشر، يعني ناخدها على طول نعمل بيها بدون تحقيق.
يعني كل شيء ألقاه في بحار الأنوار أعمل به وأصدقه هكذا؟ أيوة. لا، يبقى إذا الروايات غير معصومة. يبقى إذا الروايات غير معصومة. لم يقل أخي العزيز الشيخ البخاري يا دي البخاري 7000 حديث. يا دي البخاري. لا شكرا ليك شكرا ليك يا ابو العباس. شكرا ليك يا ابو العباس. محاولة فاشلة لتغيير الموضوع. شكرا ليك. اعد الاتصال بس مش هتغير الموضوع. انا ليه يا اخوانا سألت السؤال ده؟ عشان انبه شباب الشيعة ان الروايات تحتاج الى تدقيق، فاذا كانت الروايات تحتاج الى تنقيح وتدقيق وتصحيح اذا الروايات غير معصومة. وإلا لو سألنا سؤال، هل كلام المعصوم، يعني لو قدامنا معصوم الآن لو أخرج كلمات من فمه الآن لينا إحنا كلنا كجمع، هل حد هيدور وراه؟ لا. هل حد هيقول إن الكلمات اللي طالعة من بقه غير معصومة؟ لا. ولكن عندما تحولت إلى روايات والرواة منهم الصادق ومنهم الكاذب، إذا قلنا أن الروايات غير معصومة. لولا أن القرآن صادر من الله عز وجل وأجمع العلماء أن هذا القرآن صادر من الله عز وجل لم يكن معصوما. طيب جميل أوي. الله عز وجل ترك لنا الثقلين، تمام؟ الثقل الأكبر اللي هو القرآن الكريم عند مجموعة من شباب الشيعة الآن ليس بمعصوم، والروايات ليست بمعصومة، والمعصوم مش موجود. طب نحلها ازاي؟ يبقى ما عندناش معاصيم، لا ثقل اكبر ولا ثقل اصغر ولا معصوم. نحلها ازاي؟ ضاع الدين. ضاع الدين. يا شيعي، يا شاب، يا شيعي، شغل دماغك اللي ربنا عطاها لك. انا ما بجبرك على شيء، انا عايزك فقط تشغل دماغك. ما في واحد يجي يقول لك ان اهل البيت يكفوك عن القرآن الكريم، ده بيضللك، ده يهودي. حتى لو شتم السيدة عائشة، حتى لو شتم ابو بكر الصديق، لانه في النهاية يهودي. حتى لو كان عراقي يا عم يهودي، حتى لو بيتكلم بلهجتك يهودي، حتى لو قال لك انا بدافع عن اهل البيت يهودي. انا جبتها لك من الاخر. في حاجة اسمها لو المعصوم قال لنا بس اعملوا بصفحتين من كتاب الله، اعملوا بصفحتين من كتاب الله، نرمي كتاب الله ونعمل بالصفحتين. طب انت ايش عرفك اساسا؟ يعني ايش عرفك ان المعصوم عندك قال اعملوا بده؟ يعني اللي قال اعملوا بصفحتين او 3 أو 10. ما تخلوا حد يضحك عليكم. الآن الروايات غير معصومة، الآن الروايات غير معصومة، والقرآن أصبح غير معصوم. طب نعمل إيه بقى بالحديث اللي حضراتكم كل يوم جايبينه وبتندهوا بيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. عترة أهل بيتي روايات غير معصومة، وكتاب الله غير معصوم، والإمام غائب. نعمل إيه؟ يقول لك احمل بالقرآن المحرف حتى يأتيك القرآن الصحيح. يا راجل القول ده أساسا هبل، عبط. عارف انت لو قابلني واحد في الشارع وقال لي الكلام ده، اقسم بالله اخده كده ايد ورجل من قفاه، اعلقه من قفاه ومن الحزام بتاعه وكبه في اقرب صفيحة زبالة. لو واحد قال لي الكلام ده، لانه معتوه. ده محتاج مستشفى المجانين اللي يقول لي ان الامام المعصوم يقول لنا اعملوا بقرآن محرف حتى ياتي القرآن الصحيح. طب ما يسيب لنا القرآن الصحيح. طب هو مهمته في الحياة ايه؟ أليست مهمته في الحياة ان يحافظ لنا على القرآن الصحيح؟ من امام لامام لامام للامام للامام لامام لامام. الله المستعان. ماشي يا محمد. وعليك السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ أن ألزمكموها وأنتم لا كارهون. أحسنت يا شيخنا. تفضل.
شيخنا الكريم، موضوعك عن تحريف القرآن. لا، في الحقيقة أنا مش موضوع عن وجدت تحريف هذا- القرآن، أنا موضوعي النهاردة على الروايات المعصومة، وبعدين نربطها بتحريف القرآن. يعني السؤال الأول، هل الروايات الشيعية معصومة أم لا؟ بالتأكيد غير معصومة، ولا لما احتجنا إلى المعصوم وقلنا نحن نحتاج إلى المعصوم لأن الروايات غير معصومة التي تبين هذا القرآن. حلو، يبقى إذن الروايات غير معصومة، وهناك طائفة من الشباب الشيعي الآن يقول أن القرآن المحرف، يعني معناه أن القرآن ليس بمعصوم، والمعصوم الآن عندكم ل 1300 سنة متغيب. يبقى نحن نأخذ ديننا لا من قرآن معصوم ولا من معصومين، والمعصوم متغيب. يعني شلون نحلها ازاي؟ هذه طائفة من الناس تقول هذا، لا نعممها على الجميع. طب وجه رسالة ليهم لو سمحت. أوجه رسالة لهم، وبعدها عندي سؤال لك شيخنا. ما يهمكش حاجة، وجه رسالة ليهم وتفضل بسؤالك. رسالتي أوجهها إلى جميع من يقول بتحريف القرآن، ليس إلى الشيعة فقط، إلى جميع من يقول بتحريف القرآن، أنه إذا أردت أن تنسف جبلا لا ترميه بحصى، فمن السخف والسخافة أن تسقط القرآن برواية. لا بد أن تأتي بحجة أكبر حتى تسقط القرآن. طيب جميل، الله أكبر عليك، انتصرت للقرآن الكريم. الآن الميرزا النور الطبرسي قبره بجانب قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ألف كتابا كبيرا يعدل 2000 صفحة في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. تنصح الشيعة بإيه؟ اسمه الميرزا نور الطبرسي. تنصح الشيعة إن هم يزوروا قبره، ولا تنصح الشيعة إنهم يعملوا إيه؟ إن صح ما قال القرآن فنقول لقد أخطأ في هذا. أخطأ في هدم القرآن الكريم؟ أخطأ في حكمه هذا أن القرآن محرف. أليس القرآن الكريم من المعلوم من الدين بالضرورة؟ نعم. طيب يبقى ازاي يخطئ في شيء معلوم من الدين بالضرورة؟ هذا أتته روايات فأخذها على ظاهرها فاستنتج الذي استنتج. حلو، يبقى أخذ بالروايات. طب والقرآن الكريم الذي لا يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. والله عز وجل عندما تحدى الكفار بأن يأتوا بسورة من مثله، هل يتحدى الكفار بأن يأتوا بسورة من قرآن محرف؟ لا يصح. يبقى ازاي أخطأ؟ لا أعلم كيف أخطأ، ولكنه أشتغل على العموم ماشي. السؤال حضرتك ايه؟ اتفضل. نعم. سؤال حضرتك ايه؟ اتفضل. سؤال حضرتي، قرأت رواية عن عائشة أم المؤمنين قالت لقد نزلت آية الرجم والرضاعة، فكانت في صحيفة تحت سرير، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها. الراوي القاسم بن محمد، وعمرة المحدث بن حازم، المصدر المحلى، خلاصة حكم دي عن ابن إسحاق وتكلم فيه بعض العلماء، عن ابن إسحاق وتكلم فيه بعض العلماء، ولكن الرواية لا تقول بتحريف القرآن. ليه؟ لو أن الداجن أكلت جزء من القرآن الكريم، يعني احنا دلوقتي عندنا القرآن الكريم اهو، تمام؟ لو أنا قفلت الاستوديو بالليل وجت أي حاجة الفار أرقد القرآن الكريم، هل معنى ذلك إن القرآن الكريم اتاخد من صدورنا؟ اتاخد من الصدور بتاعتنا؟ لا طبعا. في قرآننا الذي بين أيدينا. أين إيه؟ أين آية الرجم؟ يا باشا اسكان انتوا. أولا السيدة عائشة ما كان بتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الناسخ من المنسوخ، وأجمع علماء السنة
وعلماء الشيعة أنها من المنسوخات. طب هل كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناسخ من المنسوخ؟ لا، لأنه من الممكن حضرتك تكون قاعد في مكة وآية نسخت في المدينة، فأنت عشان حضرتك قاعد في مكة ما تعرفهاش. ممكن الآية تكون نسخت في غزوة من الغزوات، نزل على سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فنسخها، والسيدة عائشة ما تعلم بها. وبعدين يا أخي دي عائشة رضي الله عنها وارضاها أخطأت زي ما النور الطبراسي أخطأ كده ولا إيه؟ هسه تمام، هسه جميل كلامك جميل. شكرا ليك يا عسل، شكرا ليك يا عسل. ما تحاولوش تلفوا، ما تحاوليش تلفوا، ما تلفوش وتدوروا. وعليك السلام، اتفضل. استاذ وليد، لو سمحت عندي سؤال يعني، بس ما بي لا شتم ولا تجاوز. حضرتك احنا اللي عندنا سؤال، هل الروايات الشيعية معصومة؟ سيئات وحسنات عندي يعني، مو الا سنه وشيعه على المسلمين كلهم. ما فهمتش برضه، هل الروايات الشيعية معصومة؟ استاذ وليد، انا اقول لك منو يحاسب عندي المسلمين؟ اوف، لا سنه ولا شيعه، اثنيناتهم من المسلمين. منو حاسبهم؟ حسنات وسيئات. الله عز وجل هو من يحاسبهم. الو، ما انا بقول لك الله عز وجل هو من يحاسبهم. الله مو مخليه ملائكه؟ الله عز وجل ايه؟ ملائكه باليمين واليسار يسجلون حسنات وسيئات. ايوه، ايه المشكله يعني؟ ايه، انتم مش يقولون؟ هات سؤالك يا عم، هات الحاجه من الاخر يا عم، هات الاخر بتاعك. انت هتقعد تلف وتدور وتحور، هات الاخر بتاعك. عايز ايه يعني؟ عايز توصل ايه للنهايه؟ في النهايه عايز توصل لايه؟ انا اعتقد النبي محمد والامام علي يحاسبون. انت تعتقد الملائكه؟ يعني انت فضلت طب ماشي، واحده انت الان واحده شوي. الان علي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم هم من يحاسبون العباد، صح كده؟ صحيح. طيب بس انت ما خليت واحده مش ان انت تحاسب العباد، لابد لك من معرفه بماذا صنعوا. انت ما خليتني اخلص. انت تعتقد من الله وقبل الملائكه. انا شنو اعتقد الله خلى النبي محمد واهل بيته، والنبي محمد واهل بيته خلوه الملائكه واحده يحاسبون بداله. واحده بس انا هفهمك بالراحه. بص يا حبيبي، سيب امير القريش دلوقتي على جنب. سيب امير القريش وفكر امير القريش دلوقتي اللي هيوديكم في سنه سودة على جنب، لانه لا يستوي اساسا مع العلم ومع القران الكريم. الملائكه لا يموتون، صح كده؟ هل الملائكه تموت؟ هل الملائكه تموت؟ نعم، شو يقول؟ هل الملائكه تموت؟ الملائكه تموت؟ لا، الملائكه لا تموت. يبقى اذا الملائكه مع البشريه منذ خلق سيدنا آدم إلى قيام الساعة يسجلون ما يعمله كل البشر، لأنهم لا يموتون. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ولادة علي بن أبي طالب، من كان سيحاسب هؤلاء العباد؟ يعني الذين جاءوا قبل ولادة النبي وقبل علي بن أبي طالب، من الذي سيحاسبهم؟ أستاذ وليد، الله أول ما صار النبي محمد وأهل البيت مخلوقين قبل آدم عليه السلام. طيب حلو أوي، حلو. أنت بتقول إن هم مخلوقين قبل آدم. اسمعني بس واحدة. بس يعني يا عم واحدة يا عم واحدة عشان أفهمك تمام، عشان أفهمك. إلك الآن إلك دقيقة ولي دقيقتين. امشي يا حمار، يلا امشي يلا يا بهيمة، يلا اسمع من البتاع، يلا دقيقتين ودقيقتين. مين يلا؟ اسمعك زيك زي أي حد، دقيقتين ودقيقتين. أنت مفكر نفسك مين يلا يا حمار؟ لو أن الله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل سيدنا آدم
وهو من خلق السماوات والأراضين كما تزعمون أن علي هو خلق السماوات والأراضين. أين ذهب بعد الخلق؟ يعني راح فين؟ بقى لمبة في السماء؟ بقى نجفة في السماء؟ بقى نجمة في السماء؟ هو ده تكريم الله عز وجل لخالق السماوات والأراضين؟ وبعد ما بقى لمبة قعد 700 سنة لمبة في السماء، نجفة في السماء، وبعد كده عشان ربنا كرمه قام جاي واخده وحطه في ظهر أبيه، وبعد كده نزل نطفة في بطن أمه، وبعد كده بقى جوه مع الأكل والشرب والخرى، وبعد كده لما نزل بشوية دم، وبعد كده بقى بيبي بيعيط ويمسحوا له بالكفولة، وبعد كده امه رضعته لحد 2 سنين، وبقى بيقعد في الارض يلعب في التراب بعد ما خلق السماوات والارضين. ما انا قلت لك من البدايه ما تسمعش كلام الحمار، انت مصر تبقى حمار زيه. الله المستعان. اتفضل يا ام احمد. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضلي. أستاذ، عندنا آية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهي تشبه الآية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بس هناك كانت بصيغة المضارع الذين يقيمون الصلاة، وهنا صيغة الأمر هي نفسها، ومعناها يعني تعني ولو يعني أنا أنت حضرتك الموضوع ده تحكي فيه عن تحريف القرآن، بس هو ماكو تحريف قرآن، بس هنا الآية وأركعوا مع الراكعين يعني بين القصد إنه الرضوخ، يعني مو الركوع الحركات اللي هي الركوع ضمن السجود ضمن الصلاة. واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين، الركوع بمعنى الخضوع، تمام؟ واركعوا مع الراكعين بمعنى الخضوع، ومع الخاضعين اللي يعني يقيمون الصلاة وحتى لو يا أستاذ لازم تفرقي ما بين الآيتين. روح يا أستاذ. لازم تفرقي ما بين الآيتين. الآية الأولى تتكلم عن الخضوع في الصلاة، يعني معناها الخشوع في الصلاة، وإلا كيف نقيم الصلاة ونحن ركوع؟ لأن فيها تزكية، إيه هي التزكية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، راكعون يعني. فيستحيل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحن الركوع. لذلك الآية جاءت إيه؟ وهم راكعون، أي خاشعون خاضعون لله، خاضعون لله، هكذا تستقيم الآية. وإلا سيبك من سنة وشيعة. لو جالك واحد دلوقتي راكعين هاي الأولى وأقيموا الصلاة وآتوا بالأمر يعني بصيغة على فكرة، والتانية الآية الأولى من الممكن أن تمشي يركعوا مع الراكعين، يعني هؤلاء ركوع لله عز وجل فكونوا مثلهم ركوع لله عز وجل، وليس لها أي وشاح، يعني ما فيهاش وشاح، يعني ما فيهاش مشكلة في المعنى، لكن المعنى ده تزكية. المعنى الأولى تزكية مش أمر، دي تزكية. الأولى أمر، الثانية تزكية. فكيف الله عز وجل يزكي ويأمرنا بشيء يستحيل؟ ليه؟ لو جاءك الآن واحد ملحد وقال لك أنا الآن قرأت هذه الآية فكيف أقيم الصلاة وأنا راكع؟ نعم. هتقولي له إيه؟ ما لها علاقة، يعني إقامة الصلاة خلاص انتهى، أو آتوا الزكاة أيضا واركعوا مع الراكعين، يعني اخضعوا مع الخاضعين اللي يعني أنت تؤيدي، هل أنت تؤيدي أن معناها اخضعوا مع الخاضعين أو اخشعوا مع الخاضعين أو صلوا وأنتم خشوع لله عز وجل، أم أنت تؤيدي أن الآية في علي بن أبي طالب عندما قدم الخاتم للفقير؟ لا معناها اخضعوا، يعني من الصلون انتم تكون يعني خاضعين لله، يعني راكعين الى يعني كنوب، يعني ما يعني خاضعين له بالاوامر. احسنتي، صح كده، صح كده. اي